لو عندك نص كيلو من الدقيق هتعملي احلى قرص بالسكر والسمسم، وهتطلعي كمية وفيرة وحلوة جدا جدا مع كوباية شاي الصبح. حلوة جدا ياخدوها اولادك معاهم المدارس، حاجة كده من الاخر. تعالي نشوف الطريقة. اول حاجة عندي نص كوباية مية دافية اللي هي 100 مللي، ولازم المية تكون دافية ما تكونش سخنة. وعندي كمان معلقتين كبار من السكر واقلبهم كويس. وليه بقول لكم المية لازم تكون دافية ما تكونش سخنة؟ عشان ما تبوظش معاكي مفعول الخميرة. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية واقلبهم كويس. وهنا انا بعمل تيست للخميرة، عشان لو الخميرة صالحة معانا هتعمل معانا فوم، لو مش صالحة معانا مش هتعمل معانا فوم. قلبت الخميرة كويس جدا مع السكر لغاية ما دابوا خالص مع المية. غطيها بقى وسيبيها على الرخامة لمدة 3 دقايق. بعد 3 دقايق هتلاقيها عملت فوم كده، تبقى الخميرة صالحة معانا وزي الفل. هنجيب نص كيلو من الدقيق منخول كويس، اللي هو الدقيق متعدد الاستخدامات. عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، ونقلبهم تقلبتين 3 كده. بعد كده بضيف عليهم الخميرة، وبضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وبضيف ربع كوباية من الزيت. وابتدي بقى أجيب كوباية مية دافية جنبي، وابتدي بقى أحط المية شوية بشوية، وابتدي أعجن لغاية ما العجينة تلم معايا وتبقى عجينة ناعمة، عجينة فيها حتة تلزيق صغيرة كده. العجينة بقت تمام وعجنتها كويس جدا وبقت فيها حتة تلزيق صغيرة وناعمة زي ما انتوا شايفين. لفيها على شكل كورة، وحطي شوية زيت صغيرين في الطبق، وحطي العجينة فيها وغطيها وسيبيها في مكان دافي لغاية ما تقلبص كده. قلبظت معانا وحجمها اتضاعف، وهي ما خدتش وقت خالص عشان الجو حر. هتبتدي بقى تفرغي منها الهواء وتلفيها على شكل كورة. وبعد كده بتقطعيها الكرات اللي انتي عايزاها، يعني المقاس اللي انتي عايزاه. بس المقاس ده حلو، ولا منه كبير ولا منه صغير. يعني انتي لو عاوزة تصغريها عن كده ماشي، بس ما تكبرهاش عن كده. بروح حطها بقى في صينية بكون دهنها شوية زيت صغننين. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة، العجينة دي تنفع معاكي لأي حشو. اي حشو موجود عندك تنفع، مش لازم السكر، اي حشو. يعني انا هنا عملتها بالسكر، انتي اعمليها باي حشو. عملوا بقى معايا 14 كورة، غطيتهم بكيس من اكياس التلاجة. عندي نص كوباية من السمسم، عندي ربع كوباية مية فاترة من الحنفية، دي ربع كوباية. حطيت عليها معلقتين صغيرين من السكر، وابتدي اقلبهم كويس لغاية ما السكر ده يدوب خالص في المية. بعد كده عندنا ايه كمان، عندي نص كوباية من السكر، هحط عليه معلقة كبيرة من الدقيق واقلبهم كويس. وليه بحط الدقيق على السكر؟ عشان يمتص السوائل ويمنع كمان احتراق السكر ويدي الحشو تماسك. تمام. بعد كده بجيب الكورة وافردها فردة صغيرة، ودي اول كورة انا قطعتها. بديها فردة صغيرة كده، واحط السكر، واروح مقفلاها كويس. ولازم تقفليها كويس عشان السكر ما يطلعش منها. بعد كده بتحطيها في المية اللي انتي مدوبة فيها معلقتين السكر، وبعد كده بتحطيها في السمسم، وبعد كده بتديها فردة صغيرة وتحطيها في صاج انتي دهناه بشوية زيت صغيرين. وهتكرري بقى الطريقة ديت، ان انتي تفرديها فردة صغيرة وتحطي السكر وتقفليها كويس، وبعد كده تحطيها في المية اللي انتي مدوبة فيها السكر، وبعد كده تحطيها في السمسم، وبعد كده تديها فردة صغيرة وتحطيها في الصاج. بعد ما بتخلصي الكمية كلها بتغطيها بفوطة مطبخ نضيفة وتسيبيها لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة حجمها اتضاعف وقلبظت معاكي كده، دخليها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة ل 17 دقيقة. هي ما بتاخدش أكتر من كده. هتطلع معاكي هشة طرية واخدة اللون القمر ده، طعمها حلو جدا بجد، سفنجية خالص. بس أهم حاجة أول ما تطلع من الفرن غطيها بفوطة مطبخ نضيفة لمدة 5 دقايق. هتلاقيها طرية وطعمها حلو جدا، وهتطلع معاكي صدقيني ناجحة من أول مرة إن شاء الله. ومن نص كيلو من دي عملت الكمية دي. شوفي بقى لو كنت هتشتريها من الأفران كنت هتشتريها بكام. لو عجبتك القرص بتاعتي ما تنسينيش بقى في لايك حلو منك وشير للفيديو، واستنيني في فيديو جديد، وإن شاء الله هعمل لكم فيديوهات جديدة يعني هتعجبكم جدا. جربوا الطريقة وهتعجبكم جدا إن شاء الله. وباي.